ضيفتنا اليوم نهى عمر. نهى مؤلفة 5 كتب وتهتم بالثقافة. هي اليوم ضيفي على معرض فلسطين للكتاب الدولي الممتد من 7 إلى 17 سبتمبر في قرية سردة رام الله. نهى، أتشرف فيكي وتعرفينا على شخصيتك وعلى المؤلفات اللي حضرتك أنهيتيها. نهى عبد الرحمن عمر، اسم الشهرة نهى عمر، من قرية فرعون طول كرم. اللي أنجزتهم أو اللي انطبعوا لي 5 اللي هم نصف الهواء وكل الورق، يطير مع الدعاء. خلينا بأول كتاب أنجزتيه قبل كم سنة؟ هو المفروض انه انجز بال 2019 بس ما طلعش لانه كان كورونا اجت بعديها مباشرة وما قدرتش احصل عليه ورقي الا 2020 في معرض القاهرة الدولي للكتاب. إذن أول كتاب كان بعنوان نصف الهواء وكل الورق. بجملة احكي لنا عن الكتاب. مجموعة متنوعة من الشعر العمودي والتفعيلة من كل الموضوعات يعني الكتاب الثاني المتنوعة، وفي حوالي 200 صفحة يعني عن كتابين. الكتاب الثالث؟ الكتاب الثاني يطير مع الدعاء، وانطبع في غزة، برضو نفس الاشي، شعر عمودي وتفعيله متنوع وأيضا كبير. لكن في جزء لأخوي كان كتبهم، هو طالب، لأخوي البروفيسور روحي عمر، كان محتفظ فيهم أشعار بعد النكسة. هو بروفيسور في أمريكا، بروفيسور في الباثولوجي، طبيب عالم في الطب. فاحتفظت فيهم أنا وتكريم إله، طبعت له إياهم في كتابي، مع كتابي يعني كجزء من كتابي. وبرضو كان الكتاب كتير كبير وحلو، اسمه يطير مع الدعاء. والكتاب الثالث بعنوان لأنك لا تحدق في الفراغ، أيضا مجموعة كبيرة من الشعر العمودي والتفعيلة. وهدول الثلاثة يعني عبارة عن 6 كتب، لأنه الأشعار القديمة اللي نجت منها، يعني كنت أنا منقطع عن الكتابة فترة طويلة من الزمن لظروف متعددة، فما نجا من القديم حصرته في هدول تقريبا ال3 كتب. هلا الكتاب الرابع بعنوان فروض الهمس والضوء، طبعته في مصر مؤخرا في شهر 6، وهو مجموعة أصغر، أيضا شعر عمودي عاطفي إنساني وجداني. والخامس بعنوان ما تيسر من أرق، وهو مجموعة من أشعار ونصوص النثر والخواطر، أيضا في مصر في شهر 7 تم إنجازه. عينك على الكتاب السادس؟ عندي حوالي 13 مجموعة تنتظر الطباعة، منها مجموعتين عمودي ومجموعتين تفعيلة حديثة أو ما تسمى بالتفعيلة المدورة، وعدد كبير من المجموعات اللي هي ما بين النصوص النثرية والأشعار النثرية والمتنوعة. ولكن طبعا أنا أنتظر أنه تنطبع، لأنه إمكانياتنا المادية محدودة، يعني ما أقدرش أنا أدفع عن كل هذه الأشياء. فالكتابين الأولين طبعوهم دار أمجد في الأردن على حسابهم، وكنت متوقع أني أشوفهم اليوم في المعرض، لكن للأسف ما شفتهم، مش باعتينهم. والتانيين في مصر انطبعوا في مصر على حساب حدا يعني دعم الموضوع، يعني دفعت جزء بسيط جدا منهم. والثالث أنا دفعت برضو إشي بسيط في غزة انطبع، اللي هو يطير مع الدعاء، يعني 5 تقريبا معظمهم أنا دفعت منهم إشي بسيط جدا، والحمد لله. فلسطينيا في مؤسسة القطان وفي مؤسسة تامر وفي كتير مؤسسات كمان ترعى وتطبع وترعى يعني بعض الإبداعات الفلسطينية. ما عنديش فكرة والله، لم أتوجه إليهم يعني وأطلب منهم، لأني بعرفش شو شروطهم. طيب أو على أي أساس. أيضا أنت مؤلفة لعدة كتب ومعظمها كتب شعرية، شعر عمودي ونثر وتفعيلة، يعني كل أنواع الشعر. في سؤال، أنت حكيت التفعيلة الحديثة محلقة أو المدورة. إيش يعني؟ يعني أنت بتشوف النص كأنه نص نثر، لما بتقرأه بيكون موزون، كل القصيدة كلها على تفعيلة واحدة، على تفعيلة واحدة، وممكن الجملة تقرأها من الأول للآخر. السؤال الأخير نهى، فرعون قريتكم لسه اسمها فرعون؟ والله هناك عدة تسميات، بعضها يقول إنه كان حاكمها واحد اسمه عون مسيحي، وعندما جاءت الفتوحات الإسلامية هرب، فصاروا يقولوا فرعون وسميت فرعون بناء على ذلك. نهى عمر من قرية فرعون، تشرفت بهذا اللقاء. شكرا جزيلا لك، أهلا وسهلا، لي الشرف.